ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من هاري ولات وعجن الخميس، البودكاست اللي أنا بهري فيه عن الجريمة وإنها لا تفيد إلى جانب أشياء أخرى تليق باللت والعجن ليلة الخميس. الليلة دي إن شاء الله هنشوف آخر تطورات قضية رامي فهيم ابن الوزيرة السابقة نبيلة، المتهم حاليا بقتل شخصين في الولايات المتحدة الأمريكية وممكن يواجه حكم إعدام. احنا اوريدي يعني غطينا القضية بتاعته من كام حلقة كده، لو حد ما سمعش آخر التطورات ممكن يرجع ليها. انا اوريدي عملت كومبايليشن للتطورات اللي حصلت في الكام شهر اللي فاتوا والكام اسبوع اللي فاتوا. اوكي، دلوقتي كان في يوم 6 ديسمبر الماضي كان في جلسة استماع إجرائية في القضية في محكمة شمال فلورتون في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا، وتم التأجيل إلى يوم 10 فبراير برضو في نفس المحكمة في نفس التوقيت اللي هي 8:30 صباحا، وهتكون برضو جلسة استماع إجرائية بس تاني الجرائم المتعلقة بقتل خاصة أكثر من شخص في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تقعد سنة بأكملها لغاية ما تبدأ القضية المحاكمة الفعلية. هي بتبقى جلسات إجرائية لكن القضية نفسها بتبتدي بعديها بفترة. ودلوقتي للتذكير السريع إن في يوم 19 إبريل 22 تم قبض منير فهيم البالغ من العمر وقتها 27 سنة في مدينة أينهام بكاليفورنيا بتهمة قتل زميله بالعمل جريفن كومو وشريك كومو في المنزل أو الروم ميت بتاعه جوناثان بنهم، والاتنين كانوا 23 سنة. وتم إلقاء القبض على رامي فهيم في شقتهم. رامي منير فهيم هو الابن الوزيرة السابقة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج السيدة نبيلة مكرم. رسميا النائب العام لمقاطعة أو نيابة مقاطعة أورنج اتهم رامي ب8 جرائم من ضمنهم جريمتي القتل واستخدام سلاح مميت، ودي أنا مش عارفة لها معنى بالعربي غير إن هي lying in waiting وهي الانتظار، يعني ممكن أقول إن هي سبق الإصرار والترصد. الفكرة إن lying in waiting ديت اللي هي special circumstances أو الظروف الخاصة اللي هي الانتظار أو والترصد، هي من أسباب اللي خلت النائب المدعي العام إن هو يقول إن هو اللي يبقى ليه ينفع على حالته موضوع حكم الإعدام. إن فكرة إن هو already كان عنده النية إن هو يقتلهم بسبب الانتظار. دلوقتي احنا سمنا خلاص ان المحاكمة هتبقى يوم 10 فبراير او الجلسة الاجرائية جاية في 10 فبراير، لكن كان في خبر تاني في اكتوبر، في اخر اكتوبر كان مثير جدا. الخبر دوت هو ان والدة الراحل جريفن كومو قررت رفع قضية ضد شركة بنس للإدارة الثروة حيث كان بيعمل ابنها الفقيد مع رامي فهيم لعدة شهور قليلة، وأيضا الشركة التي تمتلك وتدير المبنى السكني أو العمارة اللي كان عايش فيها مع صديقه الراحل جوناثان. السيدة ويندي كومو هي على فكرة مصورة، رفعت القضية من خلال مكتب محاماة شهير في لوس أنجلوس اسمه بوشار. والحق يقال هو كان أنا بصيت كده هو عندهم قضايا تقيلة كانوا ماسكينها، من أهمها فضيحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية في الولاية. القضية بتاعت السيدة ويندي كومو تم الإعلان عنها يوم 28 أكتوبر، وفيها تم اتهام مالكي شركة بنس لإدارة الثروة السيدة ليلى بنس وزوجها درايدن بنس ومجموعة أدفانس المالكة المبنى ستاديوم هاوس أبارتمنتس كومبلكس بالقتل الخطأ wrongful death. والنوعية دي من القضايا المدعين بالحق المدني بيطالبوا بتعويض مادي وممكن تتحل بعيد عن المحكمة زي ما احنا بنشوف في الأفلام والمسلسلات، بس حتى الآن هي لم يتم حلها. المهم بقى يعني في تفاصيل مثيرة تم إثارتها من أو الإعلان عنها من قبل مكتب بوشار في بيانه عن القضية والجريمة، والحق يقال ان البيان دوت فيه تفاصيل شوية ازود من اللي تم اعلان عليه في بيان الشرطة اول ما تم القاء قبض على رامي فهيم، وايضا بعد بيان المدعي العام باحالة رامي للقضاء. اهم التفاصيل دي هي اتهامهم للسيدة ليلى بنس المصرية الاصل بتجاهل تاريخ رامي
ومشاكله النفسية وميله للعنف. ده على فكرة ترجمة مباشرة. احنا عارفين الجزء بتاع المشاكل النفسية لأن كان رامي نفسه هو متكلم عنه في التويتر اكاونت بتاعه، وإنه هو كان بيتعالج نفسي وإنه هو كان بيدور على دكتور نفساني بأشهر في أواخر على الأقل أواخر 2021. كان حتى بيدور على دكتور رخيص في المنطقة اللي هو قاعد فيها. بس دي أول مرة نشوف حاجة عن العنف. طبعا في نقطة عنصرية معفنة معلش في البيان اللي عمله مكتب بوشار، إن هما معرفين ليلى بنس كسيدة أعمال مصرية وليست أمريكية من أصل مصري، على الرغم إن السيدة ليلى بنس عاشت في أمريكا وعايشة في أمريكا أزود يعني أكتر من إن هي عاشت في مصر. هي راحت أمريكا وهي عندها 12 سنة. بس طبعا الحتة اللي هي إيه دلوقتي افتكروا إن هي مش وايت وومن ولا أمريكان وومن ولا لا، هي سيدة مصرية. في نقطة تانية إن سيدة الأعمال التي كان بيتم الاحتفاء بها في الإعلام المصري كنموذج ناجح للمصريين بالخارج، قالوا في بيان بوشار إن هي قامت بتجاهل العديد من التحذيرات حول رامي فهيم وميوله للعنف بسبب علاقة السيدة بنس بالوزيرة السابقة للهجرة نبيلة مكرم. لأول مرة بيتم الإشارة لوالدة رامي ومنصبها السابق في مصر. القضية بيتهم فيها ليلى وزوجها درايدن اللي هو شريكها في المكتب لإدارة الثروة. احنا بنتكلم على ملايين بالفعل، ملايين من الدولارات بتعيين رامي فهيم في شركتهم بسبب صداقتها مع نبيلة بإهمال مباشر للنظر في ملفه. البيان كمان كان بيقول إن رامي فهيم كان هدد قبل كده زمايله في واقعة ما، بس ما شرحوش قوي. وهنا نرجع لكلام زميل كومو في الشغل في يوم 19 إبريل لما راح منزل كومو لما هو ما جاش الشغل واتفاجئ بالجريمة، واتكلم مع الإعلام وقال إن كانت في حادثة ما مع رامي في الشغل قبل الجريمة بدون إعطاء معلومات أكتر. البيان كمان بيتهم شركة بنس إن في إهمال حصل لأن رامي استطاع الدخول لملفات ومعلومات زمايله عن طريق الإهمال المخالف لقانون كاليفورنيا. جاب عنوان كومو من الكمبيوتر بتاع الشغل. طبعا هو رامي من الأول كمبيوتر ساينس أظن أو حاجة، والولد شكله إن هو ذكي في الموضوع دوت. يعني أهو والله أنا حاسة يعني أظن إن ليلى بنس كانت بتحاول تساعد صديقتها نبيلة مكرم، وهي مثلا بتشتكي لها ان الولد معرفش ايه وايه، تاتا بتعالي خليه يشتغل عندي وهيبقى تحت عيني، الطريقة المصرياها. وقد كان سبتمبر 21 طبعا دلوقتي ليلى بنز أظن بتلعن اليوم إن هي فكرت يعني إيه إن هي ترجع مصر أو إن هي تفتح باب صداقة مع ليلى مكرم نبيلة مكرم. يعني بصراحة حاجة صعبة قوي. دلوقتي على فكرة ليلى بنز حتى الآن لم تصدر أي بيان هي وزوجها حول الجريمة. complete silence. هي كمان عندها بودكاست على كيف تستثمر فلوسك أيها المواطن الأمريكي. اوريدي هي دي شغلانتها هي وجوزها، إن هما بيستثمروا فلوس الناس في أمريكا خاصة أصحاب المعاشات. هي بالفعل ناجحة، هو المكتب بتاعهم كان ناجح، وطبعا جريمة زي دي ضربة بنت كلب، والقضية دي بنت 60 كلب. أنا أسفة يعني. دلوقتي والدة جريفن كمان رافعة قضية على الشركة المالكة لإدارة المبنى السكني اللي ابنها كان ساكن فيه. وعلى فكرة هو كان ساكن في حتة تعتبر نظيفة جنب استاد، والجرائم فيها مفروض قليلة. هي already white area يعني مش منطقة مخلطة أو حاجة، لأ أو فيها جرائم أو كده، لأ هي white area، وإن هي كانت الجرائم فيها قليلة وكده، بس حصل اللي حصل.
عايزه اقول لكم ان كانت في تويتات طالعه من اليمين المتطرف الامريكي ان هم جابوا صوره رامي علشان هو براون مان. هو طبعا هم كانوا فاهمين ان هو كان مسلم، بس بعد كده هو لما اتعرف هو مين وابن مين ابتدى الموضوع يسكت شويه. بس مثلا احنا عندنا الديلي ميل نزلت صورته ان هو براون مان بقى، ورامي فهيم بالاسم العربي وكده هوت يعني. انتوا متخيلين الصوره. دلوقتي ليه والدة جريفن رفع القضية على الشركة صاحبة العمارة واللي بتديرها؟ لأن هي بتتهم الشركة بالإهمال، لأن الحراسة بتاعة السكيورتي بتاع العمارة سابوا رامي وهو داخل وقعد جوه العمارة وكان مفيش حاجة، وسابوه يقعد لغاية الصبح من غير ما ياخدوا أي موقف منه. خلاص يعني مفيش أي حاجة. وطبعا احنا عندنا الصورة المريبة الرامي اللي الكاميرا بتاعة الجيران مصوراها، وبتبين التايم ستام أو الوقت نفسه كان قد إيه اللي حصل. طبعا دلوقتي بقى يعني أنا مش عارفة حاجة العمارة النظيفة دي بقى اللي هي كانت عمارة نظيفة قوي، دلوقتي عاملين عروض عليها علشان عروض على شقق معينة للسكن للناس ان انتوا تسكنوا فيها، واحنا نديكوا ديسكاونت شهر. يعني انا مش عايزة اخمن، بس اظن هي دي الشقة المشؤومة اللي حصلت فيها الجريمة. ده اكيد وش يعني في الوصف بتاع اول اللي هي الميديا ريبورتس اللي كانت بتتكلم على الجريمة، كان في وصف بشع ان كانت الدم موجود في كل حتة. يعني حتى طبقا للتقارير الإعلامية الجيران قالوا ان كان في دم وصل للأسانسير نفسه بتاع العمارة. على فكرة رامي كان أصيب اوريدي، الشرطة لقيته في الشقة بتاعة الضحايا، وكان اوريدي اتنقل للمستشفى في إصابة طفيفة. هي ممكن تكون defensive wound أو حاجة دفاع بيدافعوا عن بعض أو يعني whatever happened. وهو موجود في المستشفى تم القبض عليه بالاشتباه في القتل، لغاية طبعا هم لقوا السلاح الجريمة وكان سكينة كبيرة، ولقوا عربية رامي ولقوا الفيديوهات ولقوا كله، فعرفوا ان هو المشتبه به الرئيسي. ودلوقتي حاجة صغيرة على مين هي السيدة ليلى بنس. احنا ما نعرفش اسمها المصري غير ان هي مثلا ليلى والدها اسمه ايه المصري، لكن ليلى بنس بتقول ان هي كانت عايشة في مصر لغاية سنة 67 لما منزلها اتدمر. هي كانت البنت الصغرى لرجل شغال في بنكر. في رواية أنا قريت إن هي أصلا من السويس، وفي رواية تانية بتقول لا إن هي كانت عايشة في الزقازيق. بس هي في كلامها كانت بتقول إن والدها كان بانكر وكان بيشتغل كانوا أسرة إلى حد ما عايشة في مستوى ثري إلى حد ما، وإن هي وأخواتها كانوا بيروحوا مدارس فرنسية لغاية ما جه صباح 5 يونيو 67 أو لغاية ما جت سنة 67 وانهار البيت بتاعهم. طبقا لكلامها هي وأمها فقط اللي سافروا للولايات المتحدة الأمريكية، وهي كان عندها 12 سنة بس، ما كانتش تعرف لغة إنجليزية. وكانت قصتها فيها لا تعب، وان هي اشتغلت من وهي صغيرة عشان تكمل تعليمها، ولغاية ما وصلت لواحدة من أهم السيدات اللي هم شغالين في مجال إدارة الثروة طبقا لمجلة فوربس. وطبعا يعني اللي يشوف مجلة فوربس دلوقتي يعني يقلق بصراحة يعني. بس هي لا حرام، هي ست ناجحة في مجالها يعني، عشان بس نبقى واضحين على الأقل من ناحية الأرقام اللي هي طالعة. يعني هي كانت already featured في بلومبرج، في CNBC، وول ستريت جورنال، لوس أنجلوس تايمز. هي already شركتها أو هي نفسها كانت يعني تم اختيارها ان هي من احسن الادفايزرز او المستشارين للثروه للاشخاص في فوربس. هي تم اختيارها نمرة 1 في في جنوب كاليفورنيا. يعني الست هيبان عليها كانت ناجحة او كده. هو طبعا ده كل ده قبل ما
ما تقول لنبيلة هاتي رامي يجي يشتغل بعيني عليه والكلام ده. اكيد انا متأكدة التاتش المصري هو ده بقى التاتش المصري. لا ما تخافيش، انا ما اعرفش. نبيلة اوريدي في الواحد ممكن يقول ان في صداقة بينها وبين ليلى بنس، لان اوريدي كانت ليلى بنس من ساعة ما نبيلة عملت اللي هي مؤتمرات المصريين بالخارج، هي تستطيع الى اخره. كانت ليلى اوريدي ضيفة رئيسية، وكان الاعلام المصري بيحتفي بيها بشكل جامد. ليلى بنس كانت عاملة حملة للتبرعات لمشروع حياة كريمة، وعرفت تجمع 500 ألف دولار من المصريين في أمريكا للمشروع. طبعا دلوقتي أنا شاكة إن هي هتعبرنا بنكلة على أي مشروع بصراحة. على أي حال هي دي كانت حلقتنا الليلة دي، وأتمنى تكون هي حلقة قصيرة. إن شاء الله بقى أشوفكم الأسبوع الجاي بإذن الله لو كان لينا نصيب، وتصبحوا على خير.